السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا نعمل التشيز كيك بطريقة شروق السيد وبمكونات سهلة، وكمان هنقلل فيها السكر كتير والدهون كتير. تمام. انا ما كانش عندي بسكويت. اول حاجة جبت بسكويت وهطحنه اي نوع انتوا تحبوه، بس يكون فيه بس نسبة سكر قليلة لان احنا مش هنحط سكر تاني. هنا انا جبت معلقتين كبار من الزبدة. عايزين تزودوا ل4 معالق تمام، بس انا بقول لكم الخطوات اللي هي هتقلل معاكم السعرات الحرارية شوية. طب طحنته كويس لحد ما بقى كده شبه متماسك شويه، مش شرط يبقى متماسك قوي. تمام، لان احنا مقللين الدهون. هجيب بعد كده الصينيه اللي انا هحط فيها الحاجه. تمام، هحط فيها البسكويت اللي انا طحناه دوت، وهسيب معلقه على جنب، معلقه بسكويت من اللي انا طحناه على جنب. هرشها بس رشه من الزيت كده، حاجه بسيطه، وهمسح يعني زي ما انتم شايفين عشان ما يلزقش، بس وانا بطلع لما باجي اقدمه او حاجه. بس هنزل بالبسكويت وهضغطه اما بايدي اما بقعر كوبايه، اي حاجه يعني متوفر عندكم. بعد كده انا سيبته وحطيته في التلاجة لحد ما احضر الكريمه. جبت كيس كريم شانتيه. تمام، ما تحطوش في الخطوه ديت سكر لان هو اصلا بيبقى مسكر. عايزين تجيبوا برضو الخام. تمام، برضو ما تحطوش سكر. انا حطيت نص كوبايه لبن. كنت حاطه الكوبايه ديت قبلها ب10 دقايق في الفريزر، يعني يا دوب بس ساعه، يبقى ساعه شويه حلوين يعني. وفضلت اضرب حوالي كده 5 دقايق لحد ما القوام بقى متماسك، يعني حبه حلوين. تمام. بس حطيت طبعا برضو الكريمه في التلاجة لمده 5 دقايق لحد ما عملت الشوكولاته. بس نصيحه بقى عشان تطلع الشوكولاته فيها طعم كده خطير زي القهوه، حطوا عليها نص معلقه خالص من قهوه اسبريسو، القهوه سريعه الذوبان. دي حرفيا بتوديها في حته، يعني حته مليون يعني، لا جامده. بس هبدا بقى ان انا هفرد الكريمه، وبعد كده هحط الشوكولاته. بس نصيحه، الغلط اللي انا بعمله كل مره، انا ما بحبش الانتظار. فانا ما سبتهاش فتره طويله في التلاجة، يا دوب هي نص ساعه. وطبعا الشيطان قال لي قومي كلي قومي كلي يا بت، ما تستنيش لحد الصبح، احنا هنعيش مرتين. قمت فتحت التلاجة وهدوق معاكم دلوقتي. هنا طبعا حطيتها في التلاجة، حطيت عليها شوكليت شيبس الاول، وبعد كده حطيتها في التلاجة نص ساعه كده ولا حاجه. وديت معلقه البسكويت اللي انا قلت لكم هزين بيها يعني. هي شكلها مش احسن حاجه طبعا. بس ديت يعني منها اقتصاديه ومنها سريعه ومنها احنا اللي هناكلها يعني، اللي في البيت بس هياكلها، يعني انا مش هقدمها لحد غريب. بس هي طلعت، هي متماسكه بس مش القوي يعني. المفروض ان هي تقعد في التلاجة فتره حلوين، يعني شويه حلوين. هنا بقى جيت اقطع بصراحه، اطلعها لقيتها لسه مش ماسكه نفسها، فقلت يلا بالمعلقه. بس كان طعمها خطير، وخطوه القهوه دي يعني وديتها في حته تانية خالص. ويا رب تكونوا استفدتوا. سلام.